السلام عليكم، معكم اسماء في مطبخي مع اسماء. هنعمل النهارده اكله حلوه قوي اللي هي الشعريه باللبن، وفي نفس الوقت تنفع فطار او عشاء، وطعمها روعه بجد. ومتاخدش اي وقت معاكي، يعني حوالي ربع ساعه نص ساعه بالكتير وتبقى خلصانه معانا. معايا هنا كيلو من اللبن، انا غليته كويس قوي. ده اكتر من كيلو، بس انا هستخدم في الوصفه يعني كيلو بس. بغلي اللبن وبسيبه يبرد. اول ما يبرد معايا ابدا اعمل الشعريه. هنا الشعريه طبعا اللبن انا بسيبه يبرد، او ممكن تعملي الشعريه واللبن يبقى معاه الشعريه وتبقى بارده واللبن يبقى معاكي سخن. اول حاجه هنا معايا الشعريه. حطيت معلقه كبيره من السمنه البلدي، وحطيت حوالي ربع كيلو من الشعريه. هقلبها كويس لحد لما تبدأ تاخد معايا اللون الذهبي الحلو. وهكون مجهزة وانا الشعرية بقلب فيها، هكون مجهزة مية بتغلي معايا على النار. تمام، عشان هنطشها بمية مية بتغلي، تكون مية سخنة بتغلي. هقلب بقى لحد ما تاخد معايا اللون الذهبي. هقول لكم بقى هي ليه حاجه سريعه وحاجه حلوه. لو ولادك عايزين ياكلوا حاجه حلوه، عايزه تعملي حاجه بسرعه كده ما تاخدش معاكي وقت، فهي الشعريه بلبن. اول حاجه احنا ممكن نعمل الشعريه وهنسقيها دلوقتي بالميه السخنه، وبسيبها على نار هاديه بقى، بوطي عليها النار وبسيبها على نار واطيه خالص تستوي معايا. بعد ما تستوي معايا بسيبها بقى، يعني ما بستخدمهاش غير وقت الاكل، احط عليها اللبن. لما هي تبقى بارده يبقى اللبن مسخنه يبقى سخن. لو الشعريه معايا سخنه بستخدم اللبن يكون دافي معايا او بارد، عشان لو الشعريه سخنه واللبن سخن هتلاقي الشعريه عجنت معاكي وما بقتش حلوه، لان هي اوريدي بتبقى مستويه في الميه اللي احنا حطيناها، مش محتاجه اي سوى تاني. فهنا بقى الشعريه بعد ما سبتها اخدت حوالي من 7 دقايق ل10 دقايق، ما بتاخدش اكتر من كده، ممكن تاخد اقل كمان على حسب كميه الشعريه اللي احنا عاملينها. فهنا هي اخدت معايا بالظبط بتاع حوالي 8 دقايق، ورحت شفتها لقيتها زي ما انتم شايفين كده معايا مستويه. هطفي بقى عليها النار، خلاص هي كده استوت، واللبن كان بارد معايا. نزلت باللبن عليها بقى، وهحط السكر هنا على حسب الرغبة، وبضيف كيس فانيليا او كيسين فانيليا على حسب ما انتي عايزة. الفانيليا هنا بتديها ريحة حلوة وبتديها طعم حلو. بس كده بقت الوجبة جاهزة معايا. ايه الاضافات بقى اللي انا ممكن اضيف على الشعرية بلبن؟ ممكن اضيف عليها زبيب، ممكن اضيف عليها جوز هند، مكسرات. الاضافات اللي انت بتفضليها على اي حاجة حلوة هي بتليق معاها. بس انا ما بحبش اضيف عليها اي حاجة، انا بحب اكلها كده زي ما هي. وبحب بس اضيف عليها بعد ما بغرفها، بضيف على كل طبق كده معلقة صغيرة من السمن البلدي، بتديها طعم حلو قوي، بنقولها يعني بجد في طعم في حتة تانية. والوصفة دي ما بتتعملش غير بسمن او زبدة، يعني ما ينفعش تتعمل بزيت، لان اللي بتبقى طعمها احلى بالسمن او الزبدة. بس كده انا هغرفها وكده خلاص بقت جاهزة معايا. هحط بقى في كل طبق معلقة صغيرة من السمنة البلدي. يا ريت بقى لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، وتعملوا اشتراك في القناة لو لسه اول مرة تشوفي قناتي او مش مشتركة في القناة. واشوفكم في فيديو جديد في مطبخي مع اسماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.